معانا ابراهيم جمعه منسق التيار الشعبي من دسوق وهو داخل مستشفى مع المصابين. اهلا استاذ ابراهيم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه وضع المصابين عندك في المستشفى يا استاذ ابراهيم؟ يا استاذ عمرو احنا في مستشفى دسوق عندنا مصابين من الجانبين. كان عندنا معركه في دسوق حاميه ما بين الاخوان وما بين اهالي دسوق، مش قوه وطنيه ولا ثوريه، ولكن الاهالي العاديين. دول يعملوا مؤتمر جوه دسوق والناس كلها موجوده والناس كلها في ناس ماتت وناس مصابين وناس مرميه ومش عارفين ناصرف بعدين. مستشفى دسوق مهمله واحنا مش عارفين ننقذ الناس اللي فيهم اصلا. استاذ ابراهيم قد ايه المصابين عندك يا استاذ ابراهيم؟ استاذ ابراهيم قد ايه المصابين؟ المصابين يتعدوا 15 فرد يا فندم ما بين احياء. هل في وفيات يا استاذ ابراهيم؟ هل في وفيات؟ في وفيات يا فندم، بس غير معنى ان انا ما عندناش بس في وفيات. يعني انت متاكد انه انت عرفت من مصادر مؤكده ان في وفيات؟ يا فندم انا سالت المستشفى ما بين الناس المصابين ومرميين على المستشفيات ومش عارف والدكاتره نفسهم مش لاقيين حد يلحق الناس دي اصلا. يعني ال 15 مصاب مش عارفين نسعد الناس. طب ال 15 مصاب اللي في مستشفى دسوق هل دول 15 مصاب ومعايا واحد من قلب الناس شاهد عيان على كل الاحداث والمصاب كريم صابر معاك في الدكتوره. طب بس اهلا يا استاذ كريم. يا استاذ عمرو ايه قول لي اصبت ازاي؟ يا استاذ عمرو احنا الموضوع بدأ في البدايه كان في الشباب عملوا حمله موجوده في مصر كلها اسمها رد الاخوان نضرب كلاكس. تمام؟ عملنا الشباب واقفه في الموضوع ده. الشارع من بدايه سيدي ابراهيم كله تقريبا حركته اتشلت، العربيات كلها وقفت تضرب كلاكس. مره واحده لقينا الناس الاخوان بيحاوطوا المكان. انتوا ازعجتوهم في المؤتمر بتاعهم. مش قدام المؤتمر. البدايه يا فندم في جزء ايمن وجزء ايسر. هم عاملين المؤتمر في الجزء الايسر بتاعهم واحنا واقفين في الجزء الايمن. تمام؟ واقفين لقينا مره واحده البنت بتاعت الميلان اللي احنا مش واقفين فيها اصلا، مره واحده لقينا طوب وخشب لقينا اسلحه وكل ده واقف وما عملوش اي حاجه. تمام؟ بدأ الناس بتتاخد مننا بعد ضغط العشم. ايوه ايه بس ضغط. فبعدين الاهالي بدأت تهدف كتير وفي الاخوان بدأ يبقى علينا. في ناس اتنين مننا دخلوا يشتغلوا، اتنين مننا اشتغلوا، واحد طلع عمل حاجه والتاني طلع متدمر. الاهالي احنا كان نفسنا انسحبنا لما شفنا ان البلد ده مفيش حته جسمه سليم والاخوان عاملين فيكم وخانوا فيكم. مره احنا نفسنا انسحبنا لقينا الاهالي من الشارع نازلين. كريم بتقول لي ان دول اهالي عاديين، لا هم مثلا دستور ولا تيار شعبي ولا انقاذ ولا تمرد ولا اي حاجه. ولا بص انا نفسي انا من حزب انا من حزب الدستور. بس الناس واقع الاهالي مره واحده لقينا الاهالي في الشوارع نزلت من البلكونات. الناس في البلكونات يا استاذ كانت بتحدف ميه للناس، كانت بتحدف ازاز للناس، كانت بتطلعها وصوله. شكرا يا كريم. زي ما انتم شايفين احنا في موقعة طبعا كفر الشيخ، موقعة قوية جدا. انا بس اللي بسأله ببساطة، يعني اللي بيحصل ده في دسوق